كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. زي ما انتم ما شايفين كل يوم وقفة عرفة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم بخير يا رب، اللهم امين. هنعمل بقى فطار سهل ولذيذ وسريع جدا. بصوا يا بنات، اللي مش بيعرف يعمل المحشي انا هوريكم بطريقة سهلة جدا ومبسطة. هنا طبعا جبت الكرنب وجبت المية السخنة وحطيته فيه لان ده كان في الفريزر، وطلعته على طول على المية السخنة. زي ما انتم ما شايفين كده حلو جدا. طبعا وانتي بتسلقيه مش بتسلقيه سلقة كاملة، علشان لما تحطيه في الفريزر وتطلعيه تحطيه في ميه سخنه ما يتهريش معاكي. هنا التسبيكه بتاعتنا حطيت طبعا بصلتين كده كبار، ومعاهم زي ما انتم ما شايفين الصلصه دي برضو عاملينها في الفريزر، وعاملاها في فيديوهات معاكم قبل كده. بتطلعي وبتعمليها كأنك مش بتعملي اي محشي خالص، بتكون سهله وجميله قوي. حطيت بقى البهارات بتاعتي، عباره عن كزبره خضراء، كزبره ناشفه، ومعاهم فلفل اسود وكمون، وظبطت الملح بتاعنا. انا طبعا عشان صايمين ومش هناكل كتير زي ما انتم عارفين، في الصيام محدش بياكل، فانا هعمل حله صغيره من الكرنب. زي ما انتم ما شايفين كده حطيت الرز بعد ما الصلصه ما اتسبكت معايا، وحطيت طبعا رشه من النعناع بتنقلها نقله تانية خالص، وكمان الكرنب بتخليها طعمه حلو جدا، اللهم بارك. زي ما انتم ما شايفين كده الصلصه حلوه قوي ولونها جميل، وكمان حطيت لها شويه من البابريكا. البابريكا دي يا جماعة بتدي لون حلو قوي للصلصة. زي ما انتم ما شايفين كده حطيت الخضرة معايا، والخضرة كانت عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. اللي هيجرب المحشي بطريقتي هتعجبه جدا. هنا طبعا حطيت معلقة من السمنة البلدي ومعاها شوية من الزيت. قعدنا بقى في الارض كده وسمينا الله، وهنعمل الحلة الصغيرة دي. جبت الخضرة وحطيتها كده في الحلة من تحت علشان ما يشتش لا قدر الله ولا اي حاجة، تكون هي الخضرة اللي من تحت، مش الكرنب. هنبدأ ان احنا نلفه بطريقة مبسطة جدا وسهل خالص، زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا مفيش احلى من التواضع، انا قعدت في الارض وعملته بكل سهولة خالص. بصوا بتجيبي شوية صغيرين وبتبدأي ان انت تلفي كده، وانا طبعا بفضل ان هو يكون انت مقطعاه صغير. كل ما الكرنب بيكون صغير بيكون حلو جدا، وبيكون ما شاء الله تحفة. واهم حاجة في المحشي كله هي الخلطة بتاعته. لو انت مسبكة الصلصة كويس وخدماها كويس بيديلك في الاخر نتيجة حلوة قوي للمحشي، اللهم بارك. كان زبدة يا جماعة حلوة قوي. مستعجلين بقى علشان الفطار خلاص. زي ما انتم ما شايفين كده خلصت الحلة دي سريعا سريعا، وانتي بتلفيهم عكس بعض. وزي ما انتم ما شايفين كده بدأت ان انا كان في بواقي كده حطيتها على الوش، بحيث ان انتي ما يفكش منك. لو حطيتي صلصة ولا حطيتي اي حاجة مش هيفك منك خالص خالص. واهم حاجة الكرنب عايز نار هادية وواطية جدا. ما كانش عندي شوربة. زي ما انتم ما شايفين كده جبت كوبايتين من المية وحطيت معاهم كوبيبة صيني وحبهان، وكمان حطيت مرقة دجاج، وكمان حطيت معاهم معلقة كده من الزيت او السمنة. وحطيت من التقلية اللي انا كنت مخلية منها على جنب كده طبق صغير، حطيت منها من التقلية علشان تخلي معايا الصلصة تكون لونها احمر كده وجميل. زي ما انتم ما شايفين تخلي الكرنب قصدي يكون حلو وجميل معانا. هنا بقى عندي شوية من الممبار، ده نص كيلو من الممبار. نضفته طبعا وكنت نقعاه في الخل وفي الليمون. زي ما انتم شايفين كده اخر حاجة بغسله بقى بالدقيق، وبتنضفيه كويس قوي. وبعد كده بتقلبيه وبتبدأي ان انتي تحشيه. زي ما انتم شايفين كده انا عملت المحشي بتاعي من غير اي شوربة لحمة ولا فراخ ولا اي شوربة خالص. يعني انتي كمان تقدري تعمليه مش علشان يعني مش عشان العيد وبس، في اي يوم تاني تقدري ان انتي تعملي الفكرة دي من غير فراخ ومن غير لحمة. بتقدري ان انتي تعملي اكل حلو لولادك. ربنا يا رب يزيدكم من نعيم الله يا رب، اللهم امين. زي ما انتم ما شايفين كده جبت الممبار، هو بصراحة كان صغير، وكان الراجل مديهولي كمان كان مقطع فيه كمان حتت مقطعة، فبصراحة ما كنتش عارفة اعمل فيه ايه. بس جبت الخلة الصغيرة دي، وبدأت المقطوعة بدأت ان انا اعملها كده. انا عارفة ان هي هتنزل رز برضو كده، بس انا عملتها علشان مش كل الرز اللي انا حشيته يطلع بره. طبعا انا خدت من نفس الخلطة. في ناس بتعمل ني في ني لخلطة الممبار، ولكن انا خدت من نفس الخلطة. بتكون يا جماعة حلوة قوي. وزودي بقى نعناع في الممبار بيديله ريحة وطعم بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، تحفة بجد. هنبدأ ان احنا نحشي كده نص كيلو كده على طول سريعا. وهيبقى عندي مية بقى بتغلي، حط فيها برضو حبهان وفص مستكة وكمان كوبيبة صيني، وكمان لو عندك فلفل اسود حصى بتحطيه.
لو ما عندكيش حسب بتحطي بودر عادي جدا، علشان بس يخلي الطعم يكون حلو في الشوربه برضو. دي اللي هي اتفكت اهي زي ما انتم ما شايفين، وده كده الممبار زي ما انتم ما شايفين كده استوى معايا. هنا بقى هعمل شويه شوربه شعريه بالكريمه. انا كنت فاكره ان انا هحط شويه صغيرين من الشعريه وان هما يعملوا ايه طبقين كده صغيرين، لكن اللهم بارك والله عملوا كميه حلوه قوي. هقول لكم انا بعمل شوربه الكريمه ازاي ومن غير اي كريمه ومن غير اي حاجه، وبتطلع حلوه جدا. جبت بصلايه كده زي ما انتم ما شايفين، عايزين تفرموها او تقطعوها زي ما انتم حابين. وجبت مكعب من المرق، وبعد ما الشعريه محمرت حطيت معلقه واحده بس كبيره من الدقيق، بحمصها كده مع السمنه البلدي، بتكون شوربه الكريمه دي في حته تانية. هنا بقى بحط لها ميه عادي خالص، لو عندك شوربه ممكن تقدري انت تحطي برضو شوربه. وهحط كوبايه واحده من اللبن او على حسب الكميه اللي معاكي زي ما انتم ما شايفين كده. هبدأ ان انا اضيف اللبن، وهنا بقى بتقدري ان انت تقلبيها وبتدوقيها، لو عايزه ملح بتظبطيها، وبعدين بتحطي شويه من الكمون صغيرين وشويه من الفلفل الاسود وتوم باودر وبصل باودر، بينقلها نقله تانية خالص. شوربه الكريمه من غير اي كريمه ومن غير اي حاجه خالص، بس طعمها في منتهى الجمال. طبعا انا عامله الشعريه وانا محمراها بالسمنه البلدي. هنا بقى كنت مستعجله ما قدرتش ان انا اوريكم الممبار وانا بحمره لان كان خلاص الوقت عدى. شايفين اللهم بارك الكرنب يا بنات تحفة جدا، وعملنا سلطة خضراء، ودي الشوربة معانا تحفة وما شاء الله حلوة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب.